يعطيكم العافية. اليوم حأعمل معكم وصفة تنفع بضيافة العيد، وبنفس الوقت بإمكانك إنه تستغل الفائض عندك من التمر من شهر رمضان أو حتى من تحضير المعمول للعيد. هلأ هون احتجت لمجموعة من المكسرات. طبعا انتو حسب المكسرات المتوفرة عندكم. أنا حطيت فول سوداني، كمان فستق حلبي، لوز وسمسم، حمصتهم سوا مع بعض. هلأ هون رح أحطهم بالخلاط، وبدي إياهم إنه يكونوا مفرومين بشكل خشن، يعني ما بدي ينفرموا ناعم على الآخر. فلهيك راح أضيف عليهم التمر وأطحنهم مع بعض. هلأ هون عندي التمر حسيته شوي بحاجة إنه يطرى أكتر، فجبت شوية مي سخنين وضفتهم عليهم، خليتهم دقيقتين 3، وبعدها رح أشيلهم من المي وأحطهم بالخلاط على المكسرات. متل ما شفتوا هون حطيت التمر مع المكسرات وهون طحنتهم. هلأ صارت عندي عجينة بهالشكل. راح أبلش إني أضيف عليها الإضافات. هلأ هون عندي شوية فستق حلبي مطحون، فإنه ضفتهم عليهم، يعني هاي اختيار الخطوة. وبعد هيك حطيت عليهم رشة من الهيل المطحون، وكمان رشة من القرفة. هلأ هاي الخطوة اختيارية، اللي هي زبدة الفول السوداني، وكمان ملعقة من النوتيلا، هدول اختياري. هون راح بلش بإنه أدمجهم مع بعض. بعد ما تشكلت عندي العجينة، طبعا حتكون شوي بتلزق، راح أبلش بإنه أكورهم كرات متساوية. حجهز كل الكمية وبعدها راح أحطها بالتلاجة، وأرجع أكورهم كمان مرة لحتى يصير شكلهم أرتب. هلأ هون حنبلش بإنه نعمل الزينة. أول شي حطيت جوز الهند، تاني شي حطيت سبرينكلز، وبعدها هون حطيت سمسم محمص، والرابعة هاي جبت فول سوداني طحنته وبعدها حمصته، وآخر شي كسرت شوية من الفستق الحلبي لصاروا معي بهالشكل. لا تنسوا تشيروا الفيديو، تحطوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة. طبعا بعد ما إنه تجهزوهم بتحطوهم بالتلاجة ولوقت التقديم. هاي شكلهم من جوا. بتمنى إنها تكون عجبتكم الفيديو وجربوها بالعيد، وكل عام وإنتم بخير.